صلوا على سيدنا محمد. معانا المارشميلو بمكون واحد تقدروا تعملوه في الدار، بمكون واحد واسهل منه مفيش حاجة، مفيش بعد كده. شايفين المطة بتاعته عاملة ازاي؟ ملوش حل. هنجيبوا بلاستيكتين كده يكونوا عندكم وتمسكيها تليطيها بالزيت عشان خاطر لما تنزلي فيها الحاجة ما تلزقش. تليطيها كلها كده، تمسحيه، ما تخليش ولا حتة الا وتعصيها زيت. لازم كده تلفيهم لفة كويسة وتشمعيهم من بره ومن جوا احتياطي برضه. لازم يندهنوا كويس، وتحطي فيهم حبة نشا، بخة نشا كده تكون جامدة عشان خاطر النشا يلزق في الزيت اللي انت حطاه، فيخلي القلب معاكي كده ابيض وناعم من جوا. وتجيبي امبولة كبيرة كده زي اللي انا جبتها كده، وتطرشي فيها كوبايتين مية بالبركة كده. خليكم معايا، ادي كوبايتين المية من غير اي مقادير واي حاجة، وادي معلقتين الجيلاطيز حطيتهم كده في قلب المية، وحنركنهم لحد ما يشربوا بعض كده ويتخوا ويبقوا زي العسل. وجبت قوارمة كده وفضيت فيها كوباية ونص سكر ببركة ربنا. عايزة تحطي كوبايتين حطي، عايزة تحطي 3 حطي، اللي ربنا يقدرك عليه حطي. وتطرشي فوقهم كوبايتين مية، وتمسكي بقى مبشور البتاع دي، مش عارفة والله اسمه ايه، نسيته. مبشور جزاز كده، حاجة زي الجزاز كده، زي الجزاز السايح، تفضيها كده عليه. مش عارفة اسمه ايه، اسمه محلول ولا ندور اسمه ايه، حاجة زي كده، محلول جلوكوز، حاجة زي كده. فضيته بقى الجلوكوز في قلب العسل كده، هيغلوا مع بعض لحد ما يمسكوا كده ويبقوا زي المستيكة. لما يعملوا معاكي بلبلة كده ناشفة تقدري تشكليه، تعرفي ان هو كده استوى وبقى تمام. تجيبيه فوق الجيلاطيز وتفضيه كده اهو كله، وبالمضرب بقى تهرشي كله ببعضه، تهرسي 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 لحد ما يديكي لون مستكاوي كده. وتفضي الخليط واحدة واحدة. احنا ورانا حاجة بالراحة خالص عشان الحاجة تبقى متكونة كويس وريحتها تطلع كده وتبقى مفحفحة. وتشغل المضرب عليهم ساعة ساعتين 3 حسب ما ياخد معاكي بقى، كل واحد على حسب مضربه. انا مضربي هادي ولطيف ورقيق وبالراحة كده لحد ما يلف معاكي كده ويبقى زي القشطة، وقوامه يبقى قوام كده متماسك وجالس كده. حكم الحاجة لما تبقى جالسة كده تمسك معاكي كده بشكل كويس. شايفين شكله وريحته وجماله جميل خالص. وجبت العلبة اللي انا مليطاها بالزيت، ورحت طرشة فيها كبشتين مارشميلو كده عشان خاطر نعبيها وتختم كده وتبقى جميلة. شايفين الجمال يا ولاد؟ وجبت بقى نص المارشميلو التاني، حطيت عليه معلقتين لون صناعي بطعم الفراولة عشان خاطر يبقى طعمه فراولاوي كده وحلو. وضربتهم بقى بعد كده لحد ما هياخدوا اللون الوردي الجميل. وتمسكيه كده تهرسيه في بعضه وتضربيه كويس عشان اللون ياخد فيه زي ما انتم شايفين كده. وجبت البلاستيكاية وقعدت بقى نلم كل اللي فيها وننزله كده عشان نعبي العلبة عشان خاطر تاخد الوش الاخراني وتختم كده ويبقى معايا زي العسل. حاجة جميلة معمولة في الدار، مفيش بعد كده. اهم بقى ركنتهم شوية كده راحوا جافين بقى وبقوا حكاية. يا ترى لما نفضيها هتبقى طرية من جوا ولا هتبقى متماسكة؟ حاجة في علم الله بقى، انا اول مرة نعمله ما نعرفش ايه اللي هيجرى وايه اللي هيكون. ومسكتها بقى كده قعدت نضرب عليه شوية عشان خاطر تنزل معايا بسهولة. ما شاء الله جميلة هي مكعباية ولا قلب الزبدة حتى. شايفين النعومة والطراوة اللي فيه، وخفيفة وزنه ولا الريشة حتى زي قلب الطوب. ممكن تبنوا بيتكم من قوالب المارشميلو بدل ما تروحوا تشتروا مونة وخرسانة واسمنت. لا، عندكم عجينة المارشميلو تقدروا تعملوا منها كل حاجة. شايفين المنظر
والجمال. والله أنا ما أنا مصدقة نفسي، حاجة جميلة جدا، وداعا لأي حد هيشتري مارشميلو من بره. أنا ذات نفسي هنفتح دكانة على ناصية الشارع ونبيع البتاع دي، هنكسب مكسب وهنتغني. الله دي حاجة بلدي ومعمولة في المنزل، يعني لا حد لغوص فيه ولا حد تف عليه. وهنجيب سكينة كده ونطرنشها، نخرطها مكعبات رقيقة ونلفها كده بالزبدة. حاجة جميلة، ايه الجمال دي يا صلاة النبي. وانا منقطعها كده الخرطة الواحدة بتدوب في ايدي دوب. يا سلام، ايه دي صابون غسيل دي؟ اهدي، ايه الجمال والعسل والحلاوة دي؟ ده انا متمكنة بقى، ده انا هنفتح كده مطعم مارشميلو. والله والله دي وماما مواهب برضو، والله شايفين. وتقطعي كده تخرطي، حد هيقول لك بتخرطي ليه؟ عليا الطلاق ابدا، انا خرطت ليكي وان ما خرطتش ليكي. كل واحدة تقوم تجدعن كده وتشطر وتعمل لها خرطتين زبدة من اللي انا عملتهم، زبدة المارشميلو دي، وتأكل عيالها وتأكل جوزها وتريح بالها، ولا تطبخ ولا تعمل. الدار فيها مارشميلو يعني فيها الخير كله. إيه والله الحلويات لا غنى عنها، بعون الله كده ما حدش يعرف يطلع المارشميلو زي كده. واني مش هنتكلم عن نفسي كتير، الحاجة بتتكلم عن نفسها هي، والمنظر انتوا شايفينه، والحاجة جودة عالية.